اعلم أن الصداقات والعلاقات لم تخلق إلا من أجل أن يسعد بعضنا بعضا. من يؤذيك ابتعد عنه. لا تشارك الناس في الحوارات السلبية والنقاشات الحادة. لماذا؟ حتى لا تسقط مكانتنا وتضيع هيبتنا. ولا تنتظر السعادة من أحد. أسعد نفسك بنفسك. الاتصال الذي يزعجك لا ترد عليه. الرسائل التي تؤذيك احذفها. الجلسة التي ستضايقك لا تجلس فيها. المكان الذي سوف تذهب إليه ولن تشعر فيه بالراحة النفسية لا تذهب إليه. الابتعاد عن العلاقات لم تخلق إلا